يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. أعزائي المشاهدين، موعدنا اليوم مع مفاجأة حودة العبودة، مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق من حودة اللي دايما مجنن المشاهدين، من حودة اللي على وضعه. مين فيك يا بلد على وضعه زي حودة؟ تابعونا بعد الفقرة الإعلانية الطويلة وشوفوا حودة وهو بيخربها. تخرب ايه بس يا حودة؟ اكتر ما هي خربانه كده. وبعدين مالك داخل سريع قوي كده ليه؟ ما تهدى شويه يا نجم. الفقرة عايزة كده يا عبودة، ما تبوظ لناش المود بقى يا عم. أعزائي المشاهدين، حان الآن وقت العرض المثير من حودة بيضرب بالنار. ايه ده يا حودة ده؟ ايه ده، انت اتجنيت يا حودة ولا ايه؟ لا بس ايه رايك في المقلب ده يا اخو؟ دخلت عليك صح؟ دخلت. ممكن بقى تقول لاعزائي المشاهدين اصعب موقف مر عليك كان ايه؟ ده انت يومك مش معدي النهارده، انت اتهبلت في دماغك يا ده انت. يا عم ما كل الممثلين بيفرفشوا بعد المقلب، مالك واخدها جد ليه كده يا اخو؟ ما تفرفش يا عبود، احنا في رحله يا عم. طب هما بيفرفشوا عشان واخدين شنط فلوس عشان يتصوروا، انا فرفش ليه؟ وبعدين انت ما تعرفش ان ديننا بيمنعنا ان احنا نخض الناس ونفجعهم بالطريقه دي؟ يا باي منكم انتم، خليكوا قولوا على كل حاجه كده حرام لحد ما هتخلوا الواحد يقوم يفطر على الصبح. او ما افطر افطر طيب افطر. يا حودة بص، اولا مش انا اللي حرمت، اللي حرم الازهر الشريف، وممكن تراجع الفتوى على النت بتحريم البرنامج. ثانيا هو معاه فريق متخصص في التفجيرات الصناعيه اللي انت كنت بتشوفها دي، فلما يجي حد متخلف زيك ويولع في البيت ويولع فينا يبقى ايه الحال بقى ساعتها يا نجم؟ لا بس تعرف يا حودة، البرنامج ده بيفكرني بحالنا. والله واحد بيتحكم في النار من ورا ستاره ومولع لك في البلد، وفي نفس الوقت لابس بدله مطافي عشان تفضل لازق فيه وماشي في ظله منين ما يروح، بحجه ان هو اللي هينجيك وهو اصلا قص المصايب. اتفضل سامعك، بيفكرك بايه؟ انت فاهم كل حاجه يا حودة وعامل نفسك غبي عشان ما حدش يقول عليك واطي. قلب حودة بيقف، قلب حودة بيقف يا بشر. انا ايه ده؟ حودة رد عليا يا حودة، مالك يا حودة؟ لا ابدا يا اخو، ده كان برنامج الصدمه. حودة كان بيشوف رد فعلك هيكون عامل ازاي، بس عجبتني على وضعك على وضعك. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما